عند حدا ولا بقلب البيت، لاني حكيت مع صديقي وضليت بالبيت. عمل حتى الجمعه حط صلاه الجمعه الامام وراي، كانوا ينقلوها على الفيوتشر، كانوا ينقلوها من المكه، فحط التلفزيون وراي يصير الامام وراي وانا صلي قدام. قال اسمع الخطبه منه وقوم صلي معه بس يقيموا الصلاه. ما في علم، ما في شيء. بعدين سبحان الله لما كنت عم بقرا القران لقيت انه لا، لازم روح على المسجد. فرحت سبحان الله وقفت هيك بوسط البلد، والله هيك اطلع هيك وين بدي فوت، خايف يعني ناس تاخذني تضلني كذا، بسمع. فهمت؟ قلت له يا رب هيك، والله طلعت بالسماء قلت له يا رب انا صفحه بيضة، يا رب عبيني. قلت له يا رب انا صفحه بيضة جاييك هيك، اتجردت من كل شيء، انت عبيني باللي بدك اياه. شو ردة فعل مجتمعك وأهلك والمقربين لك؟ صراحة أنا كنت إنسان مستقل، كنت إنسان متمرد، كنت إنسان فنان بقعد شي 15 يوم 20 يوم ماكسيموم بلبنان، وبطلع لبرا على دبي بغني بلدان. ولما ارجع على لبنان قعد لي شي 15 20 يوم، كنت استأجرت بالأشرفية، أنا قعدت بالأشرفية ورجعت لعند أهلي. فانا اللي كنت اصرف، انا كنت مستقل، ما حدا بيعطيني شيء تيقدر يحكيني، مش مثل مثلا الناس اللي بتأسلم بتبقى مع اهلها ما فيها تتركهم، ما عندها برا. انا كنت قادر اني انا اعمل اللي بدي اياه، وهيدا اللي خلاني اني اقوى اكثر. فلما انا اسلمت طبعا صار في من المجتمع وانا دايما بقول انه اذا الواحد مسيحي بده يطلع على الدير، تخيل بده يترك الدين، كلهم بيواجهوه انه لا ما بيصير كذا وهو مسيحي واني مسيحيه. فلما كيف انسان مسيحي عم بيطلع على الاسلام وعم يترك هالبيئه هيدي. بس سبحان الله ضليت عامل الكل بالمحبه اللي هي اصل الاسلام، يلي الله امرنا تبارك وتعالى في القران الكريم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. تخيل البر يعني مثل عم تبر اهلك، فشوف قد تعامل غير المسلمين اذا هن ما حاربوك. فانا والله لما صرت اعرف هالشيء وعرفت الدين الحقيقي بالاسلام، عملت الكل مثل ما امرني النبي عليه الصلاه والسلام وامرني الله تبارك وتعالى بكتابه. لو سمحت وصف لي دين الإسلام بعكس ما كان يقال أو كنت مفكره ببداية الحديث أنه قتل وإرهاب وإلى آخره. دين الاسلام هو الدين الوحيد اللي عم يتحارب بهالارض، لانه هو النور الوحيد لهالبشريه انه تخلص من هالظلام اللي عايشين فيه. ولكن اعداء الدين، تخيل اليوم لو كل النساء تحجبت، تخيل لو الكازونيات بالعالم القمار تسكرت، تخيل لو البارات والنايت كلوبات كلها تسكرت، اللي الاسلام بيأمر هيك. تخيل لو الخمر وقف كل شغلهم لاعداء الله اللي عم بيسيطروا بهالارض على الناس. فاجباري نحن لازم نحارب دين الاسلام، ولازم نشوهه بعيون الناس، ولازم نفرجي الناس انه هيدا هو الارهاب. والمشكله انه البشر على مر العصور بينغسل دماغه. قال سبحانه وتعالى عن فرعون: استخف قومه فأطاعوه. قال له ذروني أقتل موسى، ذروني إني أخاف أن يبدل دينكم أو يظهر في الأرض الفساد. مين؟ موسى. تخيل عم بيقول عليه الصلاة والسلام، فرعون عم بيقول لهم لقومه: اتركوني اقتله، أنا خايف يبدلكم دينكم أو يظهر بالأرض الفساد. ليه؟ لأنه حس فرعون بالخطر، إنه موسى جاي على الناس بنور عظيم، فكيف انا بدي اتركه؟ نفس الشيء والله التاريخ عم بيعيد نفسه. لما شافوا انه نور الاسلام، وشوف قد عم بيحاربوا، والله لو غير دين لاندثر من دهور ومن عصور، ولكن دين الاسلام محفوظ من الله عز وجل، ما في خوف عليه. يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بده يظهروا رب العالمين للدين، ما في مجال. بس الخوف على المسلمين يلي عم يغسل دماغها، وعلى الناس الغير المسلمه يلي عم بيسوقوا هالناس والله مثل ما هي الى جهنم. فيقول النبي عليه الصلاه والسلام: ستنقسم امتي الى 73 فرقه، يعني المسلمين، الا واحده. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال: ما انا عليه اليوم واصحابي. كلهم اليوم بيقولوا نحن نؤمن بالقرآن، القرآن هو مرجعنا. يعني كلهم بعدهم بدائرة القرآن، بس هن خرجوا من دائرة شو؟ من دائرة السنة.
مشان هيك ستنقسم أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. طب مين هي هات نفوت فيها يا رسول الله؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، استمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ليه؟ لأنه ساعتها أنتم صار عندكم الكتاب والسنة، إياكم تاخذوا الكتاب بس وتروحوا، وإنه أنتم تقولوا إنه هيدا الهدى. ونحن اليوم كل المحاربة من أعداء الدين، وأنا مسميهم هلأ عم بعمل سلسلة اسمها بوالس الإسلام، مثل ما بولس بالمسيحية ضلهم اللي هو اللي أصله شاول من اليهود، اليوم هول اللي عم يفوتوا كلهم اليهود زارعينهم بهالأمة تيضلوا الناس عن السنة. طب ليه؟ يا رجل السنة لما أنت تتبع السنة، يعني اليوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفس محمد بيده، أو كما يقول عليه الصلاة والسلام ما سمع بي أحد من هذه الأمة من أول ما أنا بعث لا يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بما أرسلت به فإنه من أصحاب النار، أو كان من أصحاب النار. تخيل إنه النبي عليه الصلاة والسلام بيقول هيدي. اليوم كل هول البوالس بيجوا بيقولوا كل واحد ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هيدي ما خاصة بالأديان الأخرى، ما خاصة بأهل الكتاب، هيدي بس للمسلمين إنه يتركوا دينهم ويروحوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان واضح بأنه نحن نتمسك بالكتاب والسنة. أكثر المسلمين صاروا مسلمين بالاسم، صار بروتوكول عايشينه. حتى الحجاب، عرفتي، حتى البنت اللي بتحط الحجاب صار بس لأنه بي قال لها تحجبي، بس مجرد تظهر لبرا نسيت إنه هي محجبة. الصلاة ما لها موعد، ما لها لو تركتها. شوف المسلمين أكثرهم تاركين الصلاة اللي هي أصلا عمود هالدين، واللي هي أصلا بدونها ما له رحمة يوم القيامة على الإنسان. قال النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، إذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. وحديث آخر إذا صلحت أفلح وأنجح، وإذا فسدت خاب وخسر. فاللي عم بيفضل الدنيا على موعده العظيم مع الله عز وجل، وين الإسلام بقلبه؟ هيدا الموعد المقدس بينك وبين الله، بين الإيمان والكفر ترك الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام، شوف الخطورة. العلماء أجمعوا كلهم أنه تارك الصلاة رح يدخل النار، بس تعرف بشو اختلفوا هل بيخلد بالنار مع الكفار ولا بيظهر. شوف خطورة ترك الصلاة. طيب طلع بالكاميرا ووجه له النصيحة لهدول الأشخاص المسلمين بشكل عام. أحبابي المسلمين، والله أنا ما كنت أعرف عظمة هالدين اللي أكرمنا فيه وأكرم هالبشرية رب العالمين فيه، ولكن والله لما تعرفت عليه تركت كل شيء كرمال الله سبحانه وتعالى. أعطيت قلبي وروحي وعمري وحياتي كلها لله عز وجل. والله ما تشوفوا هيدا العز اللي أنا فيه والسعادة والطمأنينة والراحة النفسية بهالدنيا كلها لأني أخذت الإسلام كله، مش أني أخذت شوي من الإسلام وما عليه هيدي بدي أتركها. إذا بدك تسعد في الدنيا والآخرة بدك تاخذ الإسلام كله من الله عز وجل، وتعبد الله سبحانه وتعالى بمرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، لأنه ما خلقك بهالدنيا إلا لتعبده. ولكن أعداء الدين عم بيحاولوا يردوا المسلمين عن هالدين، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والله يا جماعة الحرب علينا وعلى إيماننا وعلى الإسلام ما تتخيلوا يعني شو شرسة. وانت لازم توقف، ما بتوقف كجبل قدام الريح إلا بعلمك وبقربك من الله عز وجل وبإخلاصك وبإسلامك. أما لما توقف بدون هالاشياء كلها وتترك الصلاة اللي هي صلة بينك وبين الله عز وجل، رح توقف مثل الريشة بمهب الريح ورح تكون ختامتك سوء.